السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم حبيت انزل لكم هذا الفيديو واشارككم طبختي البسيطة. طبعا ليش اقول عليها بسيطة؟ لان راح ابسط موادها، يعني ابسط المكونات اللي موجودة بالبيت، ما راح اخلي اضافات مكلفة. وطبعا هاي مثل ما تشوفون قدامكم اليوم عندنا سمكة وزنها 1.5 كيلو. زين يعني وعندي هنا شعرية. طبعا القياسات او المقادير اللي تريدون تخلونها انتم حسب عوائلكم، الله يحفظها ان شاء الله. طبعا القياس يرجع لكم. هاي عندي انا شعرية مثل ما تشوفون للحشوة، وعندي اليوم التمن بزل لازم ننقعه على الأقل نص ساعة، مو مثل تمن الكبس. طبعا هنا عندنا زبيب مجفف أو كشمش مثل ما نقولها بالعامية، ولازم ننقعها هم ربع ساعة. وهسه أرجع وأقول لكم ليش ننقعه. طبعا هنا عندنا للحشوة بوتيتين أو حبايتين بوتيتة، وهنا حبة بصل. يعني الحشوة مثل ما تقولون أرد أسويها بسيطة كلش، يعني ما أخلي. أكو ناس تخلي بازاليا، تحط لوز، تحط معكرونيا، يعني هو كل شي نحط لها، بس أنا قلت لكم راح أسويها كلش بسيطة. طبعا هنا التوابل عندنا معلقة أكل ملح، بهارات صفراء، عندنا فلفل أسود، عندنا كاري، وعندي 7 بهار. تروح من أي عطار تقولي له أريد 7 بهار ينطيك. وعندي نوم بصرة مطحونة، وعندي هنا كمون. الكمون يعطي نكهة كلش طيبة طبعا للحشوة. وأرجع وأقول لكم التمن يتنقع فد نص ساعة حتى بالطبخ يصير يعني طري. هنا طبعا راح أسولف لكم على الزبيب أو المجفف أو الكشمش مثل ما نقول. طبعا هنا مثل ما تشوفونه أنتم يابس. شوف شلون، إذا ما تنقعيه بمي دافي فد ربع ساعة ينطي من نفسه. راح طبعا مش تشوفين النتيجة اللي أنت تريديها. أنا متعلمة قبل أي طبخة أحط بيها كشمش لازم أنقعه ربع ساعة بمي دافي. زين عيني على يعني حتى تشوفين النتيجة المرضية اللي راح تشيل راسك قدام عائلتك وقدام ضيوفك. طبعا عندنا هنا الشعرية حمستها حمس زين وصارت بهذا اللون، وراح أخلي لها مي لحد ما تتهدر. وهاي طبعا البوتيتا مثل ما تشوفوها أنا مسويتها مكعبات ومسهيتها أو مقليتها تقلى. وهنا رجعنا للكشمش. طبعا هنا ركزت اليوم على الكشمش على مود أراويكم هاي النتيجة. اللي ينقع فد ربع ساعة راح يشوف هاي النتيجة اللي أسولف لكم عليها. باعوا شلون يعني شلون تورد أو شلون تصير يعني فشي حلو أو طعمها كلش طيب، مو مثل يعني الكشمش إذا انغسل ونحط على الحشوة أو انغسل والسهر رأسا. لا، إذا تنقع هاي النتيجة يعطيك المرضية. طبعا أنا تممت أغراض الحشوة كلها، قلت لكم بسيطة. خليت الكشمش المسهيته، وراح أخلي هذا البصل قدامكم همات محمر ومسهر. وهنا راح أخلي البوتيتا. هاي طبعا البوتيتا هم أنا مقليتها شفتوها أنتم. وهاي التوابل. طبعا التوابل هسه الأغلبية تقول توابلك هواي، أقولهم لا، التوابل إذا كثرتيها بالحشوة راح تنطيك نتيجة مرضية، راح تخلي الطعم يجنن. هو مو مهم طبعا الأغراض، الأهم ما بيه هو التوابل، راح ينطي طعم رهيب للحشوة. وهاي شفتوها حشوتنا بسيطة جدا. هسه يعني كملت، راح أكترها وأروح أطبخ التمن قلت لكم أنا منقعتها. هاي التركيبة فارت أو الماي فار. راح أخلي الملح حسب الرغبة، الملح اللي انتم تردوا. هنا أنا التمن ناقع بزلته وخليته بالتركيبة أو الماي الفاير. راح نشوفه هسه إذا بدأ يستوي حتى راح أصفيه بالمصفى. هاي مثل ما تشوفوا بدأ جاي يستوي. انتم تختبروا تاخذون حباية أو حبايتين أو عينكم ميزانكم. أنا طبعا عيني ميزاني أعرف التمن إذا استوى. راح هسه أبدي أبزله. هنا طبعا التمن بزلته وبديت أهدره. اكو ناس تخلي صبغ اللوزينة، اكو ناس تخلي اصباغ غذائية. انا بالنسبة لي اليوم خليت
زعفران راح يعطي نكهة، راح يعطي لون حلو، راح يخلي التمن حباية وحباية، حتى الأصباغ الغذائية تخليه حباية وحباية. بالنسبة لعائلتي ما تحب التمن لون واحد، تريد حباية وحباية على مود يصير في الشكله أو نكهته طيبة. والزعفران قلت لكم يعطي نكهة طيبة. بالنسبة للسمك غسلته غسل زين وقطعته قطع، وحطيت التوابل اللي حضرتها وياكم بداية الفيديو. يعني التوابل راح تعطي نكهة كلش طيبة للسمك. بالنسبة راح أعطيكم معلومة كلش صغيرة، إذا ردت تقلين سمك وبالبيت وبيتك صغير وحتى لو كبير، أنصحك تخلين عود قرفة أو دارسين بالزيت اللي راح تقلين بيه، استحالة راح تشتمين ريحة الزفر، وراح ينطي نكهة طيبة للسمك. وكل اللي يجيك يعني حتى إذا إجاك خطار فجأة يعني ما راح يصدق أنت مقلة سمك، لأن راح يشيل كل الزفرة. هنا طبعا لا تنسون من اللايك والاشتراك، أنا نزلت لكم هذا الطابع حتى لا تنسون اللايك والاشتراك. هاي طبعا عود القرفة موجود هنا، أنا بديت قليت نص، وهذا النص الثاني هسه راح جاي أستوه. هاي مثل ما تشوفون قدامكم. طبعا بقت هاي آخر قطعة هم استوت عندي، راح أطلعها وأبدي أروح أشوف التمن تهدر لو لا. طبعا هذا التمن عندي شوف شلون تهدر وشلون صار شكله يخبل، وهنا عندي البخار ما يخليني أصور. طبعا التمن صار باعه حباية وحباية وشكله صار رهيب وطعمه وريحته تجنن. هنا طبعا اني راح اخلي الحشوة، قلت لكم حشوتنا اليوم كلش بسيطة وطبختنا بكلها بسيطة، حتى راح اسوي المقبلات هم بسيطة، يعني راح ما اخلي شي. هاي مثل ما تشوفون، لا تنسونا من اللايك. راح اصفط السمك، هاي مثل ما تشوفون قدامكم راح اصفطهن، وراح اسوي مقبلات اقراص طماطة واقراص بصل واقراص ليمون وازين به اليوم طبقنا الرئيسي هذا مثل ما تشوفون. طبعا احنا هاي اكلتنا يعني ما اخذت من وقتي غير نص ساعة، حتى وقتها بسيط. هاي مثل ما تشوفون اني هسه كملت وصفطت المقبلات، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك. طبعا هاي اكلتي اني، احنا عائلتي تاكل وياها اللبن وتاكل وياها طبعا الخلطة الحارة او مثل ما نقول التتبيلة الحارة نحب وياها هيجي. ولا تنسوني حبايبي من اللايك والاشتراك. احبكم هواي، في امان الله.